السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فقرة الشاي الاخضر. لو انت اول مرة تشوفها فهي فقرة بدأناها في رمضان وحبينا نكملها بعد رمضان. بنجيب شاي اخضر، وهقول لك ليه الكوباية دي ما فيهاش شاي اخضر دلوقتي. وبعد كده يا جماعة بنبتدي نتكلم في مواضيع الى حد ما مهمة، ولكن تفصيلية، يعني بنتكلم في تفاصيل التفاصيل ومواضيع هي بتشغل بالي، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. وشكرا لاي حد عجبه الفيديوهات اللي فاتت وعبر عنها باي طريقة من طرق الاعجاب. واتمنى الحلقة دي كمان تعجبكم. بس يا جماعة انا طالب كمان انك انت تعرفني على صحابك، يمكن الحلقة تعجبهم. وفي حلقة النهاردة انا ليه جايب الكوباية دي فاضية؟ لان انا حابب ان انا احضرها معاكم، لان ده اللي انا جاي اتكلم فيه اصلا يعني. وهو هل انت جاهز؟ يعني ايه الجملة دي؟ من يومين بصراحة بقالي فترة كبيرة جدا مكسل اصور فيديوهات، مش عشان حاجة بس مضغوط يعني شوية. فالمهم لما ابتديت اكسل اصور الفيديوهات دي، فقلت لنفسي وانا قاعد يعني لما خدت بريك كده وخدت اجازة، فقلت طب ما تيجي نصور حلقة للشاي الاخضر. فلقيت نفسي بسأل نفسي سؤال: هل انت جاهز؟ فقعدت في حلقات الشاي الاخضر دي انا اصلا مش ببقى مجهز حاجة، انا بفتح الكاميرا على طول وبصور. فلقيت موضوع طيب ما نضيف ان احنا نحضر الحاجة هنا قدامكم، وكمان نتكلم عن جملة هل انت جاهز ولا لا. الحقيقة الجملة دي انا اقدر احطها في كل مواقف الحياة اللي عندك، يعني اقدر احطها في كل حاجة انت ممكن تتخيلها. معلش ثانية واحدة اجيب المية السخنة، انا عارف ان احنا ان انا مرخم عليكم شوية، ولكن حط مية عشان يبرد يعني. ده شاي اخضر يا جماعة، بالهنا والشفا، مفيد وصحي، يعني اتمنى انك انتوا تجربوه. فالمهم يا شباب، هل انت جاهز انك انت تقوم بالشغل الفلاني؟ فتبتدي السؤال ده بتحطه، بعد كده بتحط الطرق اللي انت هتبقى تخليك جاهز. والحقيقة الفترة الأخيرة دي فاتنا أو عدى عليا شوية مواضيع لقيت الجملة دي لايقة عليهم جدا. خلينا نبدأ بالأهم للأقل أهمية. من يومين أو من 4 أيام حصل زلزال. وقت الزلزال ده عارف إن الموضوع ده اتهرى كتير قوي على السوشيال ميديا، ولكن أنا جاي بتكلم في نقطة مختلفة. في الوقت ده أنا يا جماعة كنت يعني بنروق البيت، وده ما حاجة ما تقلش من أي راجل. كنت بروق في الأوضة عندي وكده وفي الصالة وهكذا، وكنت بسمع أغاني. مش جاي أقول حرمانية أو كده. وانا بسمع اغاني انا حسيت بالحاجه، بس ما ركزتش، ما كنتش مركز، انا كنت بغني ومهيص. اكيد انتوا عارفين الاجواء دي. وفجاه حد قال لي حسيت بالزلزال. انا قلت لا، وبعدين افتكرت ده فعلا حصل حاجه تحت، يعني الشعور بقى افتكرته. فابتديت اسال نفسي هل انا فعلا جاهز ان انا في اي لحظه من اللحظات ان انا اقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ لقيت نفس الإجابة لأ. طيب هل أنا كنت قادر قبل كده ودلوقتي ما بقتش قادر؟ دي حقيقة. فابتديت أحاول إن أنا أحط طرق تقربني من ربنا عشان أقدر إن أنا بأمر الله أكون جاهز أقابله. لأن إحنا مش مجرد بس زلزال أو يوم قيامة هيقوم فجأة. أنت مجرد إن أنت ممكن قيامتك شخصيا تقوم وتلاقي نفسك بتقابل رب كريم، وربنا يحسن خاتمتنا جميعا يا جماعة. في نقطة تانية: هل أنت جاهز إنك أنت لما تتكلف بشغل مش شغلك انك انت تقول لأ؟ طيب انت هتقول لأ بناء على ايه؟ بناء على مثلا ممكن انت تبقى مظلوم، ممكن، بس هل انت قادر تقول لأ عشان انت فعلا مأدي الشغل بتاعك بشكل كويس وما ينفعش انك انت تاخد شغل غير شغلك وحد تاني يرتاح عليه؟ هنا تقدر تقول ان انت جاهز. هل انت جاهز انك ترد جميل باباك ومامتك عليك؟ وانا بقولك هو جميل لان هما الناس برضو تعبت معاك، فانت لازم تشيلهم لما يكبروا زي ما هم شالوك وانت صغير. ونبتدي نحط الجملة دي في كل مواضيع حياتنا. هل انا جاهز اصور الحلقة دي؟ ما هو حقيقة ما كنتش جاهز. ليه؟ لان انا خليت الشغل وتفاصيل الشغل والحياة ومش الحياة تفصلني عن الحاجة اللي بحبها.
ده يا جماعة بلح باللوز. فابتديت يا جماعة ان انا ابص للحياة كده، واقول بيني وبين نفسي انا لو فعلا في دروبات حصلت المفروض ان انا ابقى جاهز ان انا انظم وقتي اكتر، بحيث ان انا افصل واجي اصور فيديوهاتي وما انفصلش عن الحاجة اللي بحبها. الشغل يعني الفترة التانية دي كده كده فترة مؤقتة، فمسيري هرجع هنا تاني وعاوز احط كل مجهودي، فلا مش عاوز اسيب الحبل بقى. هل انت جاهز انك انت توفي بوعدك وتكون قادر انك انت تشيل مسؤولية وتتجوز؟ حط بقى عليها الطرق اللي هتخليك تبقى جاهز. تشتغل، تحاول تجيب فلوس، تكون شخص كويس الأول، تبص لنفسك في الأول، هل انت فعلا شخص كويس ينفع للمسؤولية وكده ولا ما ينفعش يعني. انا حاسس ان انا ما شربتش شاي اخضر، بس الفكرة ان انا عملته هو سخن، كنت بعمله قبل الحلقة واستناه يبرد عشان اشرب معاه. اسف. فهل انت فعلا جاهز ولا مش جاهز؟ ده كان الحلقة النهاردة طولت داخلة في 7 دقايق، بس انا حابب يا جماعة ان انا اكون التفاصيل اللي بتكلم فيها تكون مفيدة بالنسبة لك. اتمنى تعمل لايك للفيديو ده وما تسيبش الفيديو. يعني هل انت جاهز تعمل لي لايك؟ اعمل لي دلوقتي لايك، اكتب لي تعليق، لو في مواضيع شاغلة بالك اكتبها لي، ولو عاوزني ان انا اتكلم معاك في موضوع معين قول لي، ولو عندك تعليق على اللي انا بقوله فقول لي برضو. شكرا والسلام عليكم.